بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم حاجة جديدة في الغسالات الزانوسي ال7 كيلو. زي ما حضراتكم شايفين كده، شاشة كبيرة. الغسالة طبعا، العميل بيقول ان في حد جالها وقال ان هي محتاجة لوك، فغير لها اللوك وبرضو نفس المشكلة. الغسالة انا بجربها طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، هي مدياني ايرور 40. طبعا لو رجعنا لأكواد الأعطال هنلاقي ده مشكلة لوك، ولكن طبعا المشكلة عندنا في الغسالة دي ما طلعتش لوك خالص. هقول لكم دلوقتي المشكلة كانت في ايه. ولكن لو حضراتكم اول مرة تتابعوني، رجاء ان انتوا تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة ان شاء الله. وارجو من حضراتكم ان انتوا ما تنسوناش من دعواتكم الطيبة. يلا بينا نبدأ النهاردة درسنا أو حلقتنا النهاردة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، الغسالة بتدي معايا ايرور 40. طبعا أنا مسكت الغسالة أو الضفيرة كلها، فحصتها فلقيت في قطع في طرف الطرمبة. زي ما حضراتكم شايفين كده، القطع ده كده وصلته ولحمته كده. وطبعا هنشوف دلوقتي هل ان المشكلة لسه بعد ما نعمل التست مود، ولا المشكلة لسه هتكون قائمة على الشاشة. الغسالة دي طبعا يا جماعة مكوناتها زي مكونات اي غسالة اوتوماتيك، اللي هي طرمبة طرد وحساس حرارة، صمام، ليفل، موتور، وسخان ولوك وكارت التشغيل. طبعا السخان انا شايله من الدايرة خالص. واحنا بنجرب دلوقتي، هو مش هيعمل معايا عطل ولا حاجة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، الاول في البداية خالص المفروض ان احنا هنعمل تيست مود للغسالة او الدايرة دي، علشان نشوف المشكلة لسه قايمة ولا المشكلة هتتحل معانا بالتيست مود. زي ما حضراتكم شايفين ان التيست مود بتاع الغسالة بيكون من زرار الديلي مع الستارت. وطبعا البكرة بجيبها على اول برنامج زي ما حضراتكم شايفين كده. كده الغسالة بتدخل معايا تيست مود زي ما حضراتكم شايفين، وببتدي ان انا انقل برنامج لحد العطل ما يظهر معانا. كده العطل ظهر معانا. علشان نمسح العطل ده يا جماعة، برضو بدوس على الزرارين دول، اللي هو الديلي مع الستارت. المفروض ان لما ادوس على الاتنين دول العطل ده يتمسح من على الذاكرة كده. زي ما حضراتكم شايفين E00، معنى كده ان العطل اتمسح من على الذاكرة. طب يلا بينا نجرب الدايرة بتاعتنا ونشوف الغسالة هتشتغل معانا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقفل اللوك زي ما حضراتكم سامعين كده، اللوك قفل معانا.
زي ما حضراتكم شايفين كده الترومبة دخلت معايا. المفروض بعد ثواني الترومبة هتوقف والصمام هيدخل معايا. كده طبعا الترومبة وقفت معانا والصمام دخل معانا لو حضراتكم سامعين. طيب احنا هنضغط سنة هوا علشان الموتور يدخل معانا يمين وشمال. ده الليفل طبعا قدام حضراتكم. كده الصمام طلع بره الدايرة. المفروض ان الموتور هيبتدي ان هو يلف معانا يمين وشمال. زي ما حضراتكم شايفين كده الموتور بيلف في الاتجاه اليمين. الاتجاهين زي ما قلت لحضراتكم شغالين في الموتور، ومفيش اي اعطال او اي ايرور على الشاشة. هجرب معاكم برضو مرحلة العصر علشان يبقى كده جربنا كل حاجة في الغسالة وقدرنا نحدد المشكلة او العطل في ايه. زي ما قلت لحضراتكم المشكلة كانت في طرف من اطراف ترمبة الصرف، هو اللي كان عامل الايرور والمشكلة دي، وبسببه طبعا صاحب الجهاز اتكلف تمن لوك جديد، والمشكلة ما طلعتش مين ده غيره ان طبعا كل فني بيجي بياخد على الاقل خالص كشف او مواصلاته. فانا يعني بقول لحضراتكم اي واحد يروح لجهاز يفحصه هو بنفسه، ما يكونش له علاقة بأي حد راح قبل منه، او ما يشغلش نفسه بالايرور اللي بيتكتب على الشاشة، علشان ممكن تكون حاجة تانية خالص غير المتوقعة. طيب احنا دلوقتي هنفصل وندخل مرحلة عصر. الترومبة دخلت معانا في الطارت. وبعد ثواني الموتور هيدخل معانا. طبعا اي استفسار اكتبوه لنا في التعليقات واحنا تحت امر حضراتكم هنرد عليكم. انا بحاول اقرب لكم الصورة علشان تكون واضحة لحضراتكم.
زي ما حضراتكم شايفين كده الموتور دخل معانا في مرحلة العصر. انا يعني مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن انا مستني بس يطلع سرعة عالية علشان اوضح لحضراتكم ان المشكلة كانت في طرف من اطراف ترومبة الطرد. كده الموتور شغال معانا سرعة في العصر سرعة عالية او السرعة اللي قبل الاخيرة، فانا مش عايز اطول على حضراتكم. وبكده يعني نكون حلينا مشكلة عدم تشغيل الغسالة، وما كلفناش العميل حاجة، فقط ان احنا قسنا الضفيرة وكشفنا عليها واكتشفنا القطع اللي في طرف من اطراف ترومبة الطرد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ارجو ان هي تكون نالت اعجابكم وتكونوا استفدتم حاجة جديدة منها. ويا ريت زي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو ان انتوا تدعمونا بلايك وشير وتتفاعلوا مع القناة علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.